السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقسم معكم 3 وصفات، يعني سهلة اقتصادية وتجو بزاف بنان. هي بسم الله جبت قدرة تاع الشوربة، درت فيها الزيت، مغرفة تاع السمن، رايحة ندير شوربة فيرميسال بالدجاج، تجي بزاف بنينة. هنايا عندي صدر الدجاج، كنت قطعته هكذا قطع صغيرة. نضيف البصل، هنايا درت نصف، هنايا قطعت، كنت غطيت 6 حبات، ندير نصف ونخلي نصف، نحتاج الوصفة ثانية. ندير حبة تاع فلفل حلو حمراء، حبيبة تاع الحار، حبيبة تاع زرودية، جزر، القرعة، حبيبة تاع قرعة، غصن تاع كرافس، يعني ما نديروش الأوراق، نديرو غير الغصن. نضيف الملح، فلفل أسود، قرفة، فلفل عكري. هكذا ندير القدرة تاعي فوق النار، نضيف ربطة تاع قزبر والنعناع، نضيف مغرفة كبيرة تاع طماطم صبرا، ونقلي كل شيء. بعد ما يتقلاو نمرق، يعني ما حش تدينا وقت طويل في الطياب الشوربة هادي. ونضيف طماطم تاع الحب تكون طايبة مليح. أنا هنايا ضفت حبة كبيرة، يعني هذيك الحبة الله يبارك ما شاء الله. وهنايا جبت هذا مقلاة ولا طنجرة صغيرة، درت الزيت، ندير كيف كيف مغرف تاع زبدة، ندير البصل، نديها تقلى فوق النار، نضيف لها أغصان تاع المعدنوس، ونضيف غصن تاع الزعترة، نضيف غير الفلفل الأسود والقرفة، هذا واش نحتاج توابل. هكذا بعد ما يدبال هذاك البصل، نجيب الماء، نديرو كمية صغيرة تاع الماء، نضيف الزيتون. هنايا الزيتون أنا كنت بدلتلو الماء عدة مرات، ونخليه يطيب. وهنايا عندي صدر الدجاج، رايحة نرحيه. هكذا بعد ما رحيتو، نضيف 2 مغارف تاع الشابري ولا 3، نضيف هذيك الكمية تاع البصل اللي كانت بقات لي، نضيف معدنوس، كمية مليحة تاع المعدنوس، نضيف حبة تاع البيض، نضيف فلفل أسود والقرفة. هذا واش من نحتاج، كيما درت في الطنجرة ندير هنايا في هذا الدجاج. رايحة نوجد كريات تاع الدجاج، صلصة الجبن بالفطر بالشامبينيون، وصفة خفيفة وتجي بنينة. وهذه الكريات راح نحشيهم كيف كيف بالجبن.
هنايا نضيف نص مغرفة شوية تاع زبدة، هنايا عندي مقلاة صغيرة درت فيها هداك الشامبينيون غسلته مليح ونديرو في شوية زبدة ونخليه يتقلى يدي بنة تاع الزبدة. هنايا نشكل هكذا كويرات، دي اي جبن حبيتي، انا هنايا درت جبن ابيض. وهنايا بعد ما طابت هذيك الخضر تاع الشوربة، هذيك الفلفل قرعة زرودية، نضيف القزبر ونميكسي. ها هي بعد ما ميكسيت هذاك الخليط نديرو في القطعة تاع الشوربة، نضيف شوية تاع الحميصة، نحي هذيك البيطالة تاع القزبر والنعناع، نضيف حبيبة تاع الحار، نمرق ونخليها طيب. وهنايا بعد ما طابت نضيف الفرميسال، يعني الفرميسال تبقى حسب كمية القدرة اللي درتيها، إلا درتي قدرة ديري كاس، ولا درتي قدرة صغيرة ديري فنيجل. وهنايا نحي هذيك وصفة ثانية، نحي هذيك المعدنوس، هذاك الأخصر تاع المعدنوس، سيطرة نضيف قطعة مليحة تاع الجبن، ونضيف كريمة سائلة، نضيف هذاك الشامبينيون الفطر اللي كنت قليته مليح. وهنايا هذوك الكوريات راني نقلي فيهم، شوفوا الصوص، نجيب هذوك الكوريات نديرهم في هذيك لاصوص، خليهم يدو البنة تاع لاصوص، نضيفو شوية تاع الجبن مبشور معدنوس، والوصفة تكون واجدة. عفوا. وهنايا نجوزو نوجدو خبيزات صغار محشيين. هنايا عندي كاس ماء دافئ، نزيد نضيف كاس تاع حليب دافئ، نضيف مغرفة كبيرة تاع خميرة فورية، نضيف 2 مغارف تاع السكر، 2 بياض بيض، نخلي الصفار اللي حنحتاجو في الآخر. هنايا نضيف كاس غير ربع تاع الزيت، نخلط هكذا الخليط بلا ما ننساو الملح، هاد العجينة تجي خفيفة بزاف، يعني تقدري توجدي بها أي مملحات. هنايا نجيب الدقيق الأبيض لافارين ونغربلها. هنايا عندي كيلو، دات لي 900 غرام، بقات لي 100 غرام من الكيلو تاع الدقيق الأبيض. يعني هاد العجينة تقدري توجدي بها لي زومبوكور، خبز البرجر، تقدري ديري بها بيتزا، تقدري ديري بها واش حبيتي.
شوفوا العجينة كيفاش تجي تتلاصق هكذا، تجي تتلاصق يعني. هنايا في مقلاة حنوجد شوية تكتوكة راح نحشي بها هادوك الخبيزات ونحشيهم تاني بالثوم. هنايا ها هي بعد ما خمرت، شتو بقات لي 100 غرام من الكيلو تاع الدقيق. هنايا نحطها سيغ لو بلون طرافاي، ندير شوية فرينة، عجينة خفيفة. هكذا خدموها غير شوية ونضيفو لها مغرفة كبيرة تاع الزبدة. عفوا، اعتذر عن الصوت، راني شوية تعبانة لاكورج. هكذا نضيف هذيك المغرفة تاع الزبدة، يعني تكون على حرارة الغرفة هكذا، ومام طول نخدمو فيها وندخلو في هذيك الزبدة. هكذا بعد ما دخلناها مليح، هكذا ونعاودو نخليوها تزيد تطلع. هنايا عندي جبن، الثوم، معدنوس، الزيتون، راح نخلطهم. وهنايا كيف عندي هذيك التكتوكة ضفت لها جبن مبشور. شوفوا هنايا هبط لها هذيك الخمر تاعها. يعني هاد العجينة تسهل عليك. هنايا ندير كوريات هكذا، شوفوا فاسيلمون نحلهم، ما يلصقوا ما يعذبوك. نجيب هذاك الحشو تاع الطون والفرماج الجبن هكذا ونغلقها ونشكل كويرات. نكمل هنايا كامل الكمية بالتكتوكة والطون، ندهنهم بالزفر تاع البيض هذاك اللي خليتوه، ها هما، ونديرهم يطيبو. هنايا بعد ما طابو شوفوا كيفاش جاو، يجو بزاف خفاف. درت لهم الساندوتش وجلجلان، شوفوا هنايا كيفاش يجو من الداخل. والشريطة تاعنا تجي ما شاء الله بنينة مع هذيك الوصفة تاع كوريات دجاج. ان شاء الله يعجبكم الوصفة تاع اليوم. صحة فطوركم، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.